السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة المحترف تك. ورجعت لكم يا جماعة النهاردة ان شاء الله، ومعايا طريقة جميلة جدا جدا هنبدأ نشرح من خلالها ازاي نقدر نهكر التطبيقات او الالعاب من خلال برنامج اللوك باتشر. طبعا سبق وفي ناس سألتني ازاي نقدر نهكر التطبيقات من خلال اللوك باتشر، في ناس تعرف الكلام ده ولكن في ناس تاني ما تعرفش الطريقة بتمشي ازاي، وبالاخص الناس اللي ما عندهمش روت. طبعا احنا عارفين ان اللوك باتشر بيحتاج صلاحيات الروت، فعلشان كده بنضطر نشرح النهارده طريقه ازاي تقدر تهكر وانت عندك روت او انت ما عندكش برضو روت. وهكون سايب لك احدث نسخه من برنامج لوكو باتشر تم تعديل عليه وتم اضافه مميزات جميله جدا جدا، بيقدر يهكر تطبيقات واعداد كبيره جدا جدا من الالعاب. فياريت تتاكد ان انت تشترك معايا في القناه عشان هننزل نسخ وسلسله خاصه باللوكو باتشر. فالنهارده يا جماعه هنكون شرحنا عن اللوكو باتشر، يا ريت طبعا تسمع الفيديو للنهايه لان بيكون فيه حاجات مهمه جدا جدا لازم تشوفها في الفيديو، علشان كده ما تستعجلش وتقدم الفيديو. معلش استحملني طبعا، يا ريت يكون دمي خفيف عليك النهارده وتشوف الفيديو بتاعي للنهايه. وما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو وتنزل تشترك معايا في القناه، ويا ريت لو اشتركت ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل شير لاصحابك من خلال الفيسبوك والواتساب للفيديو دوت. هكون شاكر جدا ليك، وانتظرني يا صاحبي في جديد موجود عندي على القناه. ويلا بينا مشاهده ممتعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة المحترف تك. ورجعنا لكم يا جماعة النهاردة ان شاء الله بناء على طلب بعض المشتركين عندي والمتابعين، ازاي نقدر نهكر بعض التطبيقات والالعاب ونقدر نشتري منها بطريقة مجانية من خلال تطبيق لوكو باتشر. النهاردة جايب لكم طريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله هنتمكن كلنا بعد مشاهدة هذا الفيديو من الحصول على التطبيقات طبعا وتهكيرها، والحصول على الاموال والماس والشراء داخل التطبيقات مجانا. طبعا سبق وشرحت قبل كده فيديو عن ازاي تقدر تثبت تطبيق لوكي باتشر بعد التحديثات الامنيه اللي حصلت في انظمه الاندرويد. وطبعا ناس كتير الفيديو لقى اعجاب ناس كتير، وبناء على الناس طلبت مني ازاي نقدر نستعمل التطبيق، لان في ناس كتير ما بتعرفش تشتغل على تطبيق لوكي باتشر. النهارده طبعا ان شاء الله هيمكنكم من طريقه العمل على التطبيق بطريقه سهله جدا وشرح مبسط. ولكن طبعا مبدئيا بدعوكم للاشتراك في قناتي من خلال الضغط على زر الاشتراك. ولو اشتركت معايا في القناه يا جماعه امر مهم جدا، لازم تضغط على زر الجرس عشان تجيلك اخر الفيديوهات الخاصه بالقناه. ويا ريت لايك للفيديو لو عجبكم الفيديو، وتعمل شير عشان كل الناس تستفيد ان شاء الله من الفيديو دوت. ودلوقتي معانا لعبة التيمبل راوند زي ما حضراتكم شايفين. اللعبة دي بتحتاج الشراء من داخل الجوجل بلاي. لما بتيجي تشتري منها اي حاجة بتحولك على جوجل بلاي علشان تبدأ تدفع من خلال الحساب الخاص بيك. ان شاء الله النهاردة هنطبق الشرح عليها وهنشوف الطريقة هتنجح معاها ولا لا. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كل اللي عليك انت بتدخل على ستيت ستور. بندخل على الستور يا جماعة زي ما انتم شايفين. هنا طبعا بيطلب مننا ان احنا لازم نلعب الاول اللعبة يعني فترة قليلة كده ونرجع عشان ندخل على السوق بتاعها ونشتري. ودلوقتي يا جماعة زي ما حضراتكم شفتم احنا دلوقتي دخلنا على الستور اللي هو الخاص باللعبة علشان نبدأ ان احنا نشتري الحاجات اللي موجودة عندنا، الميزات زي مثلا هنا السرعة او المغناطيس الخاص اللي هو بالذهب والكلام ده كله. اي حاجة انت حابب تشتريها كل عليك طبعا بنضغط كده بتتفاجئ ان دلوقتي بتضغط على يس، بيحولك على النقط والحاجات دي عشان تشتريها. لو احنا حبينا نشتري مثلا ده دلوقتي بيحولنا على جوجل بلاي، دي ب99 سنت. لو دخلنا كده دلوقتي تلاقيها ب4.99 سنت، $4.99. حاجات طبعا تمنها غالي جدا ومش هتقدر تتمكن ان انت تاخدها. طبعا كل اللي علينا دلوقتي بنخرج من اللعبة بالشكل ده وبنقفل اللعبة. ودلوقتي بنتوجه طبعا على طول لتطبيق لوكي باتشر. طبعا ان شاء الله هكون سايب لكم افضل نسخة من تطبيق لوكو باتشر لازم تنزل وتحملها، لان دي نسخة طبعا اكيد نسخة معدلة وبتنفع مع كل الاجهزة. ان شاء الله انزل وحملها من اسفل الفيديو في الديسكريبشن. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين بندخل على التمبل راوند زي ما انتم شايفين، وبنروح طبعا ملحوظة الطريقة اللي هشرحها دي للناس اللي عندهم روت، اما الناس اللي ما عندهمش روت هنشرح لهم الطريقة طبعا في اخر الفيديو ان شاء الله. دلوقتي بنضغط على التمبلير وبنروح دلوقتي على فتح قائمة الباتشات. ودلوقتي بنختار الباتش الداعم لمحاكاة الفواتير والتحقق
من الترخيص. بنيجي دلوقتي يا جماعه، طبعا في مميزات كتيره جدا لتطبيق لوكي باتشر، لكن شرحنا النهارده عن ازاي تقدر تهكر الالعاب من خلاله. دلوقتي بنروح على الخيار دوت وبنضغط على التطبيق. دلوقتي يا جماعه هو بيبدا يعمل انشاء لعمليه الباتش الخاص بتهكير اللعبه والشراء طبعا مجانا. طبعا هنوقف الفيديو لحد ما يخلص وارجع لكم مره تاني. وطبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين مع بعضنا دلوقتي نمط الباتش 1 نجح والباتش 2 كمان نجح. بقى دلوقتي عندنا لديك 28% من نسبة الحظ. طبعا احنا دلوقتي تقريبا اللعبة كده اتهكرت، بنضغط على موافق ودلوقتي بنرجع تاني علشان نبدأ ندخل اللعبة ونشوف فعلا اللعبة اتهكرت ولا لا. كل اننا بنتوجه للعبة وبنفتحها بالشكل ده. ودلوقتي يا جماعة هنروح علشان نبدأ نشتري الحاجات ونشوف هتشتغل معانا ولا لا. زي ما وضحت لكم من شوية ان انت لما بتيجي تشتري بتتوجه طبعا لسوق بلاي او جوجل بلاي علشان تشتري طبعا بالاموال، لكن دلوقتي هنروح للستورز. طبعا زي ما قلت لكم ان احنا هنا بيطلب مننا لازم نلعب اللعبة طبعا شوية علشان نبدأ نروح على الالماس والذهب. دلوقتي بنتوجه طبعا للستور زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي عندي طبعا ما نحب ان احنا نشتري اي حاجة من دي بنضغط عليها بالشكل ده وبنضغط يس. ودلوقتي بنختار القيمة دي مثلا زي ما حضراتكم شايفين طلع لنا هنا لوكي باتشر والباتش اللي تم عمله. دلوقتي كل اللي عليك بتضغط على حفظ عملية الشراء للاستعادة، بنضغط على نعم. هنا تم الشراء يا جماعة زي ما انتم شايفين تم الشراء. تقدر تشتري اي حاجة يا جماعة تقدر تشتريها داخل اللعبة. دلوقتي لما بنعمل رجوع بنيجي هنا نشغل بص شايفين يا جماعة. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين تقدر تشتري اي حاجة داخل اللعبة زي ما انتم شايفين يا جماعة، حاجة خرافية جدا. وزي ما قلنا لكم يا جماعة ان دي طبعا الطريقة اللي تقدر تهكر بيها اللعبة دي من خلال لوكي باتشر لو انت عندك روت. دلوقتي بالنسبة للناس اللي ما عندهمش روت، عندما تيجي طبعا تهكر اللعبة وتدخل على قائمة الباتشات مش هتلاقي الخيار ده ولا هتلاقي اي خيارات من دي. طب نعمل ايه دلوقتي علشان نبدأ نهكر اللعبة من واحنا ما عندناش روت؟ طبعا هنرجع طبعا دلوقتي انا هرجع والغي تثبيت اللعبة دي وارجع اثبتها من تاني علشان طبعا نلغي الباتش اللي اتعمل عليها لان هي كده مهكرة، علشان اشرح لكم ازاي تقدر تهكر اللعبة دي برضو حتى لو انت ما عندكش روت. ودلوقتي يا جماعة بعد ما لغينا تثبيت اللعبة ورجعنا ثبتناها مرة تانية، وبنروح يا جماعة دلوقتي مع بعضينا علشان نبدأ نشتري طبعا القطع الذهبية والكلام ده كله. بنروح هنا على الكلام ده وبنضغط على يس. دلوقتي بنضغط كده بالشكل ده بيودينا على جوجل بلاي. لو ضغطنا على شراء بيحتاج منك طبعا الايميل والباسورد الخاصين بيك وتبدأ تشتري باموالك الخاصة زي ما انتم شايفين يا جماعة $19.99. دلوقتي انا حابب ان انا اهكر اللعبة دي وانا ما عنديش روت. طيب اعمل ايه؟ كل اللي عليك طبعا بتروح طبعا للوكي باتشر وبتروح طبعا بنرجع زي ما انتم شايفين وبنختار اللعبة سواء لعبة التمبل راون او اي لعبة موجودة عندك. بتضغط عليها بالشكل ده يا جماعة وبتدخل على فتح قائمة الباتشات. وطبعا مش هتلاقي عندك الخيارات ديت. اي حد يا جماعة مش مسطب روت على الجهاز بتاعه مش هيلاقي كل الخيارات اللي موجودة دي الا الخيار ده بس اللي هو انشاء ملف APK معدل. ممكن كمان يجي من الادوات من خلال الادوات وبتبدأ تعمل انشاء ملف APK معدل. بنضغط على فتح قائمة الباتشات زي ما قلنا الشرح ده للناس اللي ما عندهمش روت، وبتبدأ تعمل انشاء ملف APK معدل. بتضغط عليه بالشكل ده. ودلوقتي بنختار اعادة بناء ملف APK لمحاكاة الفواتير والتحقق من الترخيص. بنضغط عليها بالشكل دوت يا جماعة وبنبدأ دلوقتي نعمل اعادة بناء التطبيق. دلوقتي هو بيعمل اعادة بناء للتطبيق وبيعمل عملية تهكير للتطبيق. وسواء كان عندك روت او ما عندكش روت الخطوة دي بتنفع لكل الاجهزة. علشان كده لوكي باتشر كان من التطبيقات المميزة جدا ومازال من التطبيقات اللي بترأس اي تطبيقات بتعمل عملية تهكير للالعاب او الكلام ده كله. ودلوقتي طبعا هسيبكم مع طبعا التطبيق لحد ما يخلص وهرجع لكم مرة تاني. ودلوقتي زي ما انتم شايفين يا جماعة مع بعض دلوقتي تم نمط الباتش 1 نجح والباتش 2 نجح. ودلوقتي كل اللي عليك ان انت بتضغط على الانتقال الى الملف. بنروح على الانتقال الى الملف وبنبدأ نعمل تثبيت يا جماعة
تضغط على تثبيت. ودلوقتي بيقول لك هل تريد بالفعل تثبيت تمبر راوند، بنضغط على اوكي. هو دلوقتي يا جماعه بيعمل عمليه استبدال للتطبيق الاولاني اللي هو مش مهكر، ودلوقتي بيثبت التطبيق اللي هو تم عمل باتش عليه وعمل التهكير عليه. وبعد ما التطبيق دوت يتثبت ان شاء الله بنروح على التطبيق وبنشوف هنا تم تثبيت التطبيق بنجاح. كل اللي علينا دلوقتي يا جماعه بنرجع وبندخل للتطبيق مره تانية، بيفتح معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده يا جماعه. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هندخل على اللعبة مرة تاني وبندخل على السوق علشان بحيث ان احنا نشتري ونجرب. دلوقتي لو ضغطنا على اي حاجة بنتفاجئ ان هي شغالة معانا طبعا بدون ما تحولنا على جوجل بلاي عشان نشتريها. زي ما انتم شايفين دلوقتي بنضغط على السرعة مثلا بتزيد معانا طبعا. كل دوت بياخد طبعا من الذهب اللي موجود معانا. دلوقتي لو حبينا نزود النقط اللي موجودة معانا بنضغط عليها وبنضغط على حفظ عملية الشراء، وتم الشراء بنجاح يا جماعة. طبعا بكل سهولة تقدر تهكر زي ما انتم شايفين، بنشتري اكتر من مرة، تقدر تشتري عدد لا نهائي. ودلوقتي هنبدأ نزود السرعات ونزود قوة المغناطيس وبنزود كل حاجة في اللعبة. وكذلك الامر كل الكلام ده تقدر تطبقه على كل اللعب اللي موجودة عندك. وبكده طبعا يكون الشرح بتاعنا انتهى النهارده. لو حسيت ان شاء الله طبعا ان انت استفدت من الشرح دوت ما تبخلش عليه بعمل شير للفيديو دوت، وما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس. واشوفكم كده على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.